السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل كيكة اللبن الرايب. معانا كوباية لبن رايب كده قلنا نستغلها. اول حاجة هنبدأ بيها معانا مع بيضتين ورشة الفانيليا، ومعانا كوباية الا ربع زيت، كوباية الا ربع سكر نفس حجم الكوباية كده، ومعانا طبعا على كل المكونات ديت كوبايتين دقيق. هنبدأ نخلط كل المكونات بتاعتنا مع بعض زي ما انتوا شايفين كده. اول حاجة خليهم يختلطوا مع بعض عشان خاطر المضرب ما يبهدلش الدنيا. زي ما انتوا شايفين كده نبدأ نخلط المكونات دي كلها مع بعض. اهم حاجة السكر يتجانس وما يبقاش باين خالص في الكيك بتاعنا. نضرب فيها لمدة 10 دقايق. لما نلاقي كل المكونات مع بعض اصبحت كريمي معايا، هنبدأ نضيف عليها الدقيق واللبن بتاعنا. اللبن الرايب ما بيترميش يا جماعة، بنضيفه في المعجنات، في البيتزا، في المخبوزات، في الكيك، المخللات. اهم حاجة ما بيترميش، بنستخدمه وبنضيفه في كل حاجة. هنا طبعا بعد ما المكونات بتاعتي اختلطت ببعض هنبدأ ننزل على كوباية اللبن الرايب، كوبايتين الدقيق بتاعتنا، رشة الملح ما ننساهاش. نبدأ نضيف كل دوت مع بعض وهنقلبه بالمضرب بتاعنا كده. كوبايتين الدقيق مع على الخليط بتاعنا هنبدأ بقى نضيفه. رشة الملح طبعا، معلقة بيكنج باودر. نبدأ بقى نخلط المكونات مع بعضيها لحد ما تعمل معايا قوام متماسك، ولا لين ولا متماسك جدا. اهم حاجة يكون القوام المظبوط، قوام الكيكة المظبوط، ما يبقاش خفيف ولا تقيل. زي ما انتوا شايفين كده نبدأ بس نضربها ضرب كويس، اهم حاجة عشان الهواء ما يخرجش منها. طبعا الصينية بتاعتنا متبطنة برشة دقيق، معلقة زيت ورشة دقيق. هنبدأ ننزل الخليط كله بتاعنا فيها. طبعا درجة حرارة 180 من ساعة لساعة الا ربع في الفرن. أول نص ساعة هنختبرها، بعد كده نشوف هنكمل سواها ازاي. أهم حاجة ما تفتحش عليها قبل النص ساعة. وهتشوفوا شكلها معايا ما شاء الله تحفة تحفة تحفة، جميلة جدا، بألف هنا اللي أكل منها. يا رب الوصفة تكون عجبتكم، ورب الكيكة تكون شكلها حلو وعجباكم، واشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. مع السلامة.